إذن مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. من سلوفينيا لرواندا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كيدور وكيهدر، والمغرب كيتقدم بصمت. شكون رابح في هاد الصراع في نظركم؟ وشكون اللي خاسر الملايير؟ وهل الجزائر كتحاول تغطي شمس المغرب بالغربال؟ خليونا نشوفوا الحقيقة كاملة في هذا الفيديو، ولكن قبل ذلك دعمونا بالاعجاب، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، كذلك شي تعليق كيف ما كان هذا التعليق، لان الرأي ديالكم كيهمنا بزاف. نبداو على بركة الله. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في واحد الندوة الصحفية مع رئيس رواندا بول كاغامي قال باللي كاينه توافق بين الجزائر ورواندا في ملف الصحراء ودعم البوليساريو، لكن المفاجأة كاغامي ما قال حتى كلمة على هذا الموضوع، لا تلميح ولا تصريح. وهنا بدات التساؤلات، واش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كيهضر مع راسو؟ واش الجزائر كتخلق مواقف الدول باش توازي الاختراقات اللي دارها المغرب في افريقيا واوروبا والنجاحات المتتالية واللي الجميع كيشوفها؟ اللي باين هو ان الجزائر كتحاول دير بروباغندا اعلامية، نعم، باش تبان للعالم انها مازال عندها وزن سياسي في ملف الصحراء. لكن الحقيقة كل مرة المغرب كيحقق فيها تقدم دبلوماسي، الجزائر كتخرج بتصريحات كتحاول تقلل من القيمة ديالو، وكتقحم دول ما عندها حتى دخل، وكتحرف مواقفها بحال سلوفينيا أو رواندا. في البداية بغيت نعرفكم شكون هي رواندا. رواندا دولة إفريقية صغيرة من حيث المساحة، ولكن عندها وزن كبير في الاتحاد الإفريقي، خصوصا وأن رئيسها كاغامي معروف باستقلاليته وصرامته، وعلاقته مع المغرب قوية، والمغرب ساهم بزاف في تنمية رواندا في مجالات الصحة والأمن السيبراني والاستثمار. في هذا السياق خاصكم تعرفوا أن الرئيس كاغامي مستحيل يعطي شي تصريح ضد المملكة المغربية، هادشي اللي جعل النظام الجزائري يحرف التصريحات ديالو. سياق هذا الحدث كتجي هذه الخرجات جات مباشرة بعد صدمة الجزائر من مواقف دول كبرى بحال بريطانيا وكينيا اللي دعموا مبادرة الحكم الذاتي المغربية وخرجوا من مربع دعم البوليساريو. الجزائر كتحاول ترد الصدمة بخلق انتصارات وهمية عبر تصريحات بلا سند ومحرفة، وهادشي ماشي أول مرة خاصكم تعرفوه، حيث الجزائر عندها سوابق مماثلة في حال زيارة تابون لسلوفينيا، واللي حاول يبينها كإنجاز كبير، رغم أن سلوفينيا ما دارت حتى موقف خارج الاتحاد الأوروبي. والجزائر سبق لها وقالت باللي إسبانيا تراجعت عن الاعتراف ديالها بمغربية الصحراء ودعمها للمملكة المغربية في هذه القضية. والواقع أن مدريد باقية كتأكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وعندها محاولات متكررة لشراء مواقف دول صغيرة بالمال والمساعدات باش يديروا تصريحات طبعا لصالح البوليساريو. خاصنا نقول لكم بعد شنو هي ردود الفعل ديال المغرب من هذا الشيء. لحد الآن المغرب ما دارش شي رد رسمي، ولكن كيتعامل مع هذه الخرجات بتجاهل، وكيستمر في الخدمة ديال الأجندة ديالو بهدوء وذكاء وبرؤية ديال الملك محمد السادس. المعارضة الجزائرية وصفت تصريحات عبد المجيد تبون بالمهزلة، وقالوا أنه كيهضر على الصحراء بزاف لدرجة ولات قضية وجودية عند النظام الجزائري، والجزائر كتعاني من بزاف ديال المشاكل اللي تركهم عبد المجيد تبون وبدا كيجري وكيتنقل من دولة لدولة بخصوص قضية ملف الصحراء المغربية للمملكة المغربية للصحراء ديالها، وما كديرش هاد التحركات
اللي كيديرها الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية ديال الجزائر. الرأي العام الافريقي ولا الدولي كيشوف انه كيبان له انه كاين تعاطف متزايد مع المغرب، خصوصا في ظل رؤية تنموية واضحة عكس الجزائر اللي باينة كتستنزف مواردها في دعم مشروع خاسر. النتائج ديال هادشي اللي كديرو الجزائر على المغرب هو كيستافد من فشل ديال الجزائر اكيد، ويواصل تقوية علاقاته الدبلوماسية خصوصا في افريقيا. الجزائر ما بقى لها ما دير، كتحرق اوراقها واحدة تلو الاخر وكتزيد تعزل راسها على الساحة بهاد القرارات وبهاد الافعال اللي كديرها، والبوليساريو اللي كتدعمها فقدت الدعم الحقيقي وبقات غير كتعيش على الهبات والوعود الفارغة. اما افريقيا ودوليا كاين توجه عام نحو دعم مقترح الحكم الذاتي وكيتشاف كمقترح واقعي وعقلاني ووحيد، وهادشي اللي كيبان نهار على نهار. السيناريو المحتمل في الايام الجايه الجزائر غادي تستثمر في هذا الاسلوب ديال الهروب الى الامام، والمغرب غادي يكمل في تعميق علاقاته مع افريقيا وخصوصا الدول المحوريه بحال نيجيريا، اثيوبيا، جنوب افريقيا. بوليساريو غادي تولي ورقه تالفه في ايدي النظام الجزائري واللي غادي يحاول يتخلص منها. على المدى المتوسط ممكن يتبلور حل نهائي للنزاع تحت السيادة المغربية بموافقة أممية متزايدة، وهادشي اللي غنشوفوه في الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله. في الأخير مشاهدينا الكرام، اللي باين اليوم هو أن النظام الجزائري ولا مسجون في ملف الصحراء، كيهضر عليه أكثر من المشاكل ديال الشعب ديالو. كل زيارة، كل ندوة، كل مناسبة كيتلاقى كيديرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ولا أعضاء الحكومة ديالو كيتكلموا أكيد على قضية الصحراء المغربية. فالمقابل المغرب ماشي غير كيدافع على وحدته الترابية، بل كيبني الثقة مع الدول وكينمي شراكات وكيبني نموذج إفريقي حديث وناجح، والعالم بدا كيشوف شكون كيبني وشكون كيهدم، شكون كيخدم بلادو وشكون غارق في الهضرة والتضليل. وهالفرق هو اللي غادي يحسم الأمور، ماشي الخطابات الفارغة. الصحراء مغربية والمستقبل للمشاريع الجادة، ماشي للأوهام القديمة والفارغة اللي كتتكلم عليها الجزائر كل يوم وفي كل خارجة كيف ما قلتكم، وفي كل زيارة وفي كل ندوة وفي كل مناسبة. احنا غادي ننتظروا التعاليق والآراء ديالكم بخصوص هذا الخبر. تلاقاو فيديو جديد، إلى اللقاء.